شوية أو ندخل بقى على الحاجة اللي بعديها وهي الlayers. أكيد كل حاجة إحنا بنعملها بتبقى على layer. دايمًا بانصح يا جماعة وإحنا بنشتغل لازم كل حاجة نعملها على layer منفصل، علشان نقدر إن إحنا نعدل، علشان إن إحنا نقدر نرجع، علشان إن إحنا ما يحصلش أي مشكلة. فقائمة الlayers دي هي القائمة اللي أنت بتشتغل عليها، يعني كل عنصر أنت بترسمه تقدر تحطه في طبقة منفصلة عشان تتحكم فيه بسهولة. طيب أنا دلوقتي لو عايز أضيف مثلًا طبقة، أضيفها إزاي؟ من خلال علامة الزائد دي، لو أنا ضغطت عليها هيضيف لي طبقة جديدة وبتبقى متسمية. طيب لما باضغط على الطبقة بيكون في عامل صح، لو أنا ضغطت عليها هيخفيه، وليكن مثلًا أنا مثلًا باشتغل على الlayer ده حاجة مثلًا، وليكن أنا مثلًا جيت على العلامة دي أقدر إن أنا ألغيه. طيب جنب العلامة دي في حاجة اسمها N، الN دي هي الblending mode، نتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد، وهي اللي هي زي الoverlay زي الmultiply. الناس اللي بيشتغلوا كdesigners أو بيشتغلوا في مجال الديزاين بشكل عام هيفهموا الحاجات دي بسهولة جدًا، لكن إن شاء الله في وقت مثالي إن شاء الله نبدأ نشرح الblending modes دي، لأن هي مهمة جدًا، جدًا، جدًا. ده مش وقتها خالص إن إحنا نشتغل عليها. وهنا اسم الlayers لو أنا ضغطت عليها هيبدأ يفتح لي القايمة دي، يعني أنا لو ضغطت على كلمة layer 9 مثلًا دي كويس، هيفتح لي القايمة دي. القايمة دي فيها rename إن أنا مثلًا عايز أغيّر اسم الlayer ده براحتك طبعًا، دي حاجة ترجع لك. الحاجة التانية اللي هو الselect إن أنا عايز الselect الlayer ده بس فقط، طبعًا الموضوع ده فيه بعض التفاصيل فإن شاء الله هنتكلم عليها بعدين. الحاجة التانية هي الcopy إن أنا مثلًا عايز آخد copy من الlayer ده مثلًا، هنتكلم برضه عن الحاجات دي فيما بعد. الحاجة التانية اللي هو أنا عايز أعمل fill، وليكن مثلًا الlayer ده أنا عايز أملاه بلون معين أو إن أنا أخليه لون معين، وليكن مثلًا أعمله background. أنا لو دوست على الfill دي هيعمل لي fill بنفس اللون اللي أنا مختاره، وليكن مثلًا أنا مختار اللون ده مثلًا، جيت مثلًا عند الlayer وضغطت كده وعملت fill layer هيملاه لي بنفس الfill اللي أنا كنت دي حاجة يعني أعتقد هتكون مهمة جدًا للناس اللي بيعملوا background بيرسموا storyboard، على حسب كل إنسان في تخصص عمل. الclear إن أنا مثلًا عايز أمسح الlayer ده كله، فلو دوست على دي كده هيمسح لي الlayer أو أي حاجة في الlayer ده. بعد كده في حاجة اسمها الalpha lock، الalpha lock دي من الحاجات المهمة جدًا اللي أنا حابب أتكلم عليها بشكل يعني إلى حدٍ ما مفصل شوية، بس خلّيني أقولها بشكل مختصر وإن شاء الله نعمل مقارنة بينها وبين حاجة تانية اسمها الclipping mask. الalpha lock دي إن أنت بترسم جوّه العنصر نفسه، وليكن مثلًا أنا لو دوست على الalpha lock دي كده معناها إن أنا أي حاجة هاعملها بعد كده هتبقى جوّه العنصر، وليكن مثلًا أنا مختار اللون ده وهاجي هنا العنصر ده هالاقيني بارسم جوّاه. فمعنى كده إن الألفا لوج دي معناها إن أنت بترسم جوه العنصر بس، مالكش دعوة بأي حاجة بره. أنا دلوقتي برسم بره مفيش أي تأثير بيحصل، لكن جوه العنصر أنا برسم عادي مفيش أي مشكلة. مرة تانية نفك الألفا لوج دي تمام، ونرجع في حاجة اسمها ماسك كليبنج ماسك، إن أنت بتضيف تأثير على طبقة من غير ما تعدل في الأصل. يعني الأصل معايا أهو، لكن إن أنا هعمل لدي كليبنج ماسك كويس كده، فبناء عليه أقدر إن أنا برضو أرسم. يعني هو شبه الالفا لوك، بس الفكره ان الالفا لوك انت بترسم على العنصر نفسه، لكن الكليبنج ماسك انت بترسم على حاجه خارجيه بس على طبقه من غير ما تعدل الايه، من غير ما تعدل الاصل. نتكلم في حته الماسك عشان ما اتكلمناش فيها. انا دلوقتي انا عايز اعمل ماسك. هو ايه الماسك بشكل عام؟ تخيل كده ان في واحد لابس قناع، القناع اللي هو مثلا لابسه ده بيبقى مثلا خافي كل وشه ومبين عينه، هو ده الماسك. اللي هو الماسك يعني خفى جزء واظهر جزء. نفس الفكره الماسك هنا، ان انت بتستخدم مساحه تظهر بيها ومساحه تخفي بيها. لو انت ديزاينر هتبقى فاهم الماسك. فاحنا عندنا مثلا الماسك الابيض بيظهر والماسك الاسود بيمسح. وليكن مثلا انا لو ضغطت هنا كده على كلمه ماسك هيجيب لي الماسك بالشكل ده. بناء عليه الماسك ده بيعمل ايه؟ هو بياخد التو لايرز مع بعض. بس الماسك عندي هم حاجه من الحاجتين. الحاجه الاولى ان انت بتعمل ايه بمنتهى البساطه، ان انت دلوقتي هو حدد لك الماسك هنا ابيض، فمعنى الابيض ايه؟ ان هو هيظهر بس اصلا ما فيش حاجه ممسوحه. طيب انا عايز اخفي او عايز امسح، فاجيب الاسود. انت فاهم ازاي؟ هجيب الاسود، فالاسود هيمسح. طب انا عايز اظهر، اللي هيظهر مين؟ الابيض. اظهر هنا. دي فكره الماسك بشكل عام، هي فكره الاظهار والاخفاء. طبعا دي ليها استخدامات ان شاء الله هنتكلم عنها. اللي بعد كده هي الكليبنج ماسك، واتكلمنا عنها. كليبنج ماسك ودي حاجه مهمه جدا وهي شبه او اخت الالفا لوك. تمام. الكليبنج ماسك الفكره كلها ان انا بحاول اعمل التاثير اللي انا عايز اعمله على الاوبجكت بتاعي بس في ناحيه ايه؟ في ناحيه منفصله. يعني ايه في ناحيه منفصله؟ ولكن مثلا دلوقتي الناحيه المنفصله بتاعتي هي اللي هي رقم 10 ده. انا دلوقتي عايز اعمل التاثيرات على رقم 9 من خلال رقم 10، فلما اضغط على رقم 10 هيعمل معايا كليبنج ماسك. الكليبنج ماسك هو اي تاثير انا هعمله على اللاير 9 او اللاير 10 هينزل على اللاير اللي تحتيه، لان عامل ماسك على اللي تحت. وليكن مثلا انا اختار مثلا اللون ده وهبدا ارسم، فالتاثير هيجي على الحرف نفسه. هو شبه الالفا لوك، بس الفرق ما بين الالفا لوك
والكليبنج ماسك ان الالفا لوك انت بترسم على العنصر نفسه في الالفا لوك بدون اي عنصر خارجي، اما في الكليبنج ماسك انت بتضيف التاثير على طبقه من غير ما تعدل في الاصل، لكن الالفا لوك انت بترسم جوه الاصل او بتعدل على الاصل نفسه. طيب اتعرفنا على الكليبنج ماسك وهي حاجه مهمه جدا وهنتعرف على فوائدها بعد كده. تاني حاجه الانفيرت. انفيرت ان انت بتعكس اللي انت عملته كله، وليكن مثلا انا مثلا عامل حاجه بالطول فهتبقى بالعرض، او مثلا انا عامل مثلا الماسك لجوه فهيبقى لبره، ده اسمه الانفيرت. طبعا هنتعرف على يعني على استخداماته بعد كده ان شاء الله، بس هي حاجه ادفانسد شويه، فان شاء الله في الوقت المناسب هنبدا نتعرف عليها. بعد كده حاجه اسمها ريفرنس. طيب ايه هي استخدامات الريفرنس؟ ان شاء الله هنبدا ان احنا نتعلمها فيما بعد بشكل مفصل وبشكل واضح، بس علشان هي ملهاش استخدام دلوقتي معانا فهنبدا ان شاء الله نتعرف عليها بعد كده. بعد الريفرنس بيجي حاجه اسمها الميرج داون. الميرج داون ان انت بتعمل دمج، ان انت بتدمج حاجتين في بعض، وليكن في حاجه اسمها ميرج داون، وبناء عليه مين اللي تحت اللاير ده؟ الليرين دول. انت لما تقول له اعمل ميرج داون يعني اعمل ميرج مع اللي تحتيه، فلما اضغط كده هو هيعمل ميرج ما بين التو لايرز دول، هيعمل ميرج ما بين التو لايرز دول. فانا قلت له ميرج داون هيعمل ميرج ما بين التو لايرز دول بس. طيب تحتيها في حاجه اسمها كومباين داون، انت عايز تجمع الاثنين دول مع بعض، ولكن مثلا لو عملت كده هيعملهم لي حاجه اسمها جروب. فدي من الحاجات اللي هنتعلمها ان شاء الله، اللي هي الجروبينج والميرجينج. طيب ايه هو الجروبينج وهو ايه هو الميرج؟ بمنتهى البساطه انا دلوقتي لو عايز اسلكت في قائمه اللايرز وعايز اعمل جروب لكذا حاجه، تمام، هعمل جروب ازاي ما بينهم؟ او بمنتهى البساطه انا دلوقتي محدد ده اللي تحته هقف عليه واشده ناحيه اليمين كده، اتعمل له سيلكت. ونفس الفكره. فلما حدد مجموعه كده بيجيب لي حاجه فوق ديليت اور جروب، لا انا هقول ان انا عايز اعمل جروب ليهم، باو في جروب لوحدي. انا دلوقتي عملت الجروب ده اقدر اتحكم فيه بشكل واضح، اعمل له رينيم، اعمل له ان جروب من الاول، اعمل له فلاتن، كل الحاجات دي بنتعلمها وبنفهمها. ففهمنا دلوقتي فكره ازاي ان احنا نعمل جروبينج وازاي ان احنا نعمل سيلكت داخل قائمه اللايرز. فدي كل حاجة تقريبا عن قائمة اللايرز. ان شاء الله تكون مفيدة وتكون وصلت المعلومات اللي جواها. اخر حاجة نتعلمها النهاردة الا وهي اداة الالوان اللي احنا موجودة هنا معانا، ومن خلالها بيبقى في حاجة اسمها الديسك دي اللي هي عجلة الالوان البصرية اللي انا فاتحها قدامكم دي. وهنلاقي برضو حاجة اسمها الكلاسيك دي هي نوع، وليكن مثلا بيجي لنا الشكل ده من تحت عندنا كذا حاجه. اول حاجه اللي هي الديسك دي اللي هي عجله الالوان، اللي هي من خلالها بتقدر تتحكم في ان انت تختار مساحه الالوان بتاعتك، ودي حاجه بترجع للشخص للتاني، هو حد بيحب عجله الالوان فبناء عليه بتبقى حاجه بصريه وسهله. في حاجه تانية الكلاسيك والله انا مش عايز اتعب نفسي في عجله الالوان، انا عايز اختار من خلال البوكس ده، دي برضو حاجه واقدر اتحكم فيها في يدوي وبقدر اتحكم في كل التفاصيل. عندنا تحت هنا الالوان، تمام، اللي هو اللون اللي انت عايزه. اللي تحتيها اللي هي الهيو والساتوريشن، اللي هو مثلا انت عايز اللون مشبع ولا مش مشبع. وهنا البرايتنس اللي هي انت عايز اللون منور ولا غامق، وليكن مثلا كده بقى غامق، هنا كده بقى منور. وهنا بقى مجموعه من الالوان اللي انت بتقدر ان انت تضيفها بعد كده ان شاء الله في الهيستوري بتاعك. بعد كده هندخل على حاجه اسمها الهارموني، والهارموني دي بمنتهى البساطه هي حاجه بتساعدك ان انت تستخدم الوان متناسقه، وليكن مثلا ده اللون ده من خلال الهارموني ده اللون المتوافق معاه، ان هو بيساعدك ان تختار الوان متناسقه بشكل واضح. ودي طبعا حاجه بتساعد الناس، وكل شخص بيبقى ليه طريقه في العمل على حسب اللي يريح. بعد كده الفاليو دي انت بتبدا تعرف تدخل في الوان بالاكواد او بنسب دقيقه، دي برضو حاجه ترجع لك في طريقه العمل بتاعتك. والبالتس دي انت بعد كده ان شاء الله هتبدا مثلا ان انت تعمل بالت باسمك وتسميها علي بالت، او ان انت تعمل مجموعه من الالوان اللي انت بتستخدمها في شغلك، وبناء عليه بيبقى ليك بالت وبيبقى ليك شكل في الالوان مميز. وده ان شاء الله حاجه انت تقدر توصل لها مع الوقت، بس ان شاء الله احنا دلوقتي بنتعلم ده كله بالتفصيل اللي احنا اتعلمناه النهارده. اتكلمنا عن البراشز، اتكلمنا عن السمادج تول او اداه الدمج، اتكلمنا عن الممحاة او الايريزر تول، واتكلمنا عن اللايرز واهميتها وقد ايه ده قويه، واتكلمنا عن الالوان بمختلف انواعها على حسب ما انت حابب تستخدم الديسك، تستخدم الكلاسيك، تستخدم الهارموني، دي حاجه ترجع لك انت او حاجه هتكون مفضله لك انت تستخدمها. ان شاء الله نكون استفدنا النهارده من الدرس، ممكن يكون هو درس دسم شويه بس كنت حابب ان انا انقل كل المعلومات اللي فيه. ان شاء الله الدرس اللي جاي هنتكلم على بعض الامور الدقيقه في ادوات التعديل اللي هي هنا،
الهيو انساتوريشن، الدمج، السلكت، الحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. فان شاء الله الدرس الجاي هيكون درس دسم برضو، فان شاء الله تكونوا استفدتوا وبالتوفيق.